طريقة لا تختلف مطلقا عن طريقة الرئيس السابق في تعيين النائب العام. وثالث نقطة الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور. وده طبعا يعني احنا نقاط ده كثيرة في هذه المبادرة مشتركة مع مطالبكم. نقاط مشتركة، يعني ربما تكون هناك بعض الخلافات بخصوص النقطة الثالثة، كيفية تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، سرعة تعديل هذه المواد، أمور من هذا القبيل. بس أنا أحب أشير أن يعني بالنسبة لنا كان أهم نقطة يعني وردت عامة في مبادرة حزب النور هو رفضهم لسيطرة فصيل سياسي واحد فقط على كافة مفاصل الدولة في مصر. يعني وده بيؤكد موقفنا احنا كأحزاب مدنية وليبرالية ويسارية وقومية في الأساس، ان احنا بنؤيد وبندعم التعدديه. يعني احنا مشكلتنا مش مع وجود احزاب اسلاميه بكل تاكيد، بالعكس، لان في يعني اركان من قيادات الجبهه كانت في مقدمه من يدافعون عن حق جماعه الاخوان المسلمين في التواجد كحزب نعم. سياسي وممارسه طيب، نشط في ظل النظام السابق. فهي الناس عايزة الفكره تعرف انه هل النتيجة من هذا الاجتماع هتروح الحوار ولا لا؟ هو حتى الان زي ما الجبهة حضرتك ستذهب إلى الحوار أم لا؟ مبدئيا زي ما حضرتك عارفه ان لم يتم تحديد موعد جديد لجلسه الحوار. يعني كان المفترض اعتقد وفقا للجدول الزمني اللي كانت حاطاه مؤسسه الرئاسه ان كان يبقى في جلسه يوم الاربعاء الماضي. تأجلت للأسبوع القادم تاجلت، اللي يبدأ ولكن لم بكرة. يتم تحديد اليوم. لانه يعني ولا يخفى على السيدات والساده المشاهدين يعني طبعا ان هذا التاجيل وعدم تحديد موعد حتى الان ربما هو لترك فرصه للاتصالات لكي تجري، صحيح. لانه وبالتالي لم عدم يعد تحديد اليوم كمان لا بالظبط يجي في نفس الإطار بالظبط إن هم مستنيين يعرفوا. مستنيين طيب. يعرفوا، ومستنيين احنا كمان نعرف، لانه لم يعد من المجدي طبعا ان هو الرئيس يجيب بعض مستشاريه واصدقائه ويجلس معهم ويسمي